احنا دلوقتي حسبنا probability عن طريق البيجن ليرنينج اللي هو البيز رول، ده كل اللي احنا عملناه لحد دلوقتي. هندخل بقى اخيرا الحته بتاعه نايف بايس، ده الجزء اللي هو هنشرح فيه الموديل النهائي يعني. فلحد دلوقتي يعني as a quick recap، يعني احنا كنا بنقول ان ال probability of A given B هي proportional لل probability بتاعت B given A مضروب probability of A. معناه ايه الكلام ده؟ احنا كنا بنقول قبل كده مثلا probability بتاعت person A هي مربوطة probability، باخد ال probability بتاعت الريد given A واضربها في probability بتاعت A نفسها، وبعد كده يعني كنا بنعمل بقى اللي هي normalization، ان احنا بنقسم الفاليو على ال two probabilities اللي احنا actually هنطلع بيهم ونطلع بيهم البروبابيلتي النهائية. فالقسمة دي هي في الاخر هي proportionality constant، يعني انت في الاخر انت بتضرب في 1 over حاجة، الحاجة دي عشان تخليها يعني عشان تنورماليز بيها يعني. فده ممكن نشيله ونحط مكانه اللي هي علامة الكورليشن دي يعني. ده من اخر القانون اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي، ده بيلخص كل اللي فات يعني. جميل. طيب الاسامبشن بتاعنا ايه بقى؟ ايه الاسامبشن اللي بيخلي الموضوع ده نايف؟ الاسامبشن بيقول ان احنا هنأسيوم ان probability of A and B هي ال probability of A intersection B اللي هي برضو probability of A في probability of B. يعني لو انا عايز اعمل ال probability بتاعت A و B يحصلوا، انا هضرب probability A و probability B. ده بيابلاي لو ال two probabilities دول independent بس. دي الكيس الوحيدة اللي تنفع فيه، اي كيس تاني ما ينفعش. let's say for example A و B دول مثلا درجة الحرارة، فانا عندي probability of A هي probability بتاعت ان هو hot، probability of B ان probability ان هو cold for example. خلينا حتى اكتبها يعني. فلو ده hot وده cold، ده ما ينفعش يعني this does not apply. ليه؟ عشان ما ينفع، هم مرتبطين ببعض، هم مش independent. طالما في dependence ما بينهم او في ارتباط ما بينهم، ما ينفعش اعمل الاسsumption ده. الاسsumption ده ينطبق only لو كل الايفنتس اللي هي اللي انا بدخلها في الحسبه هي independent وملهاش تاثير على بعضها. وده مش على طول the case، بس زي ما قلت لكم يعني رغم ان هو assumption نايف شويه او ساذج، ده ليه بنسميه نايف بايس عامه، ولكن in practice لو استخدمناه يعني لما استخدمناه في تاسكات كتيره actually يطلع performance كويس يعني. طيب نرجع للبروبلم بتاعتنا الاساسيه. احنا كنا عايزين نحسب probability of spam given الايميل اللي هو easy money، ده الايميل الجديد اللي دخل لنا. مظبوط. فعشان نحسب ده هنقول مبدئيا ان هو proportional، يعني هناخد بالقانون اللي فوق، هو proportional ل easy money given spam مضروب في probability بتاعت spam. ده القانون اللي فوق اهو، انا جست خدت كوبي تحت نفس الحاجه. جميل. ايه بقى الاسامبشن؟ هيدخل فين؟ هيدخل في الحته دي. الاسامبشن هناخده ونقول ان easy money ان probability دي ممكن نقسمها لاتنين، نقول ان هي probability of easy given spam مضروبة في مضروبة في probability بتاعت money given spam. طبعا مضروبة في probability of spam في الاخر عشان احنا ما غيرناش في دي في حاجة يعني. حلو. طب ما احنا اصلا الحاجات دي حسبناها فوق، يعني احنا حسبنا دول فوق، احنا حسبنا ان easy هي half، وحسبنا ان 2 over 3 ان قصدي money ان money given spam هي 2 over 3، والprobability of spam كده كده معانا هي كانت 3 على 8. لو ضربنا دول في بعض هنجيب الرقم اللي هو هيطلع في الاخر 1 over 12 I think. 1 over 12 دي. يعني كده احنا طلعنا الحاجة اللي بتكورليت مع ده، لكن دي مش البروبابيلتي يعني، خلي بالكم عشان لسه العلامة دي لسه موجودة. طيب ازاي بقى؟ احنا عشان نشيل العلامة دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل نورماليزيشن. طب عشان نورماليز محتاجين ايه؟ محتاجين نجيب النص التاني. يعني لو فاكرين الجراف بتاعنا كان طبيعي بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى في حاجة في الاول وبعد كده في حاجة في الاخر. ماشي. وبعد كده كنا بنقول ان احنا بنلغي دول وبنشتغل بدول. احنا دلوقتي جبنا ده، محتاجين نجيب النص التاني. ايه هو النص التاني؟ اللي هي من الاخر ايه؟ هي probability بتاعت not spam given easy money. مظبوط. يعني دلوقتي احنا قلنا هنا في spam وهنا في not spam، وبعد كده هنا في اللي هي easy money يعني اللي هي الكلمة، وهنا برضو easy money.
فاحنا عارفين ان الايميل جواه ايزي ماني، فاحنا كده كده هناخد دول، ودول بالنسبه لنا ريجكتد، عشان كده كده احنا عارفين ان في ايزي ماني، دي معلومه موجوده عندنا يعني. فده النص التاني. طبعا هنعمل نفس الحاجه، هنقول ان هو probability of easy money given not spam، ونضربه في probability بتاعت not spam. دي برضو هنقسمها. لما نيجي نقسمها بقى، انا اوريدي كنت حسبتها يعني قبل كده، هي هتبقى 1 over 5 مضروبة في 1 over 5. طبعا دي اللي هي زي اللي فوق يعني، هنقسم easy given not spam مضروبة في money given not spam، هي دي الاتنين هي تطلع 1 over 5 actually يعني. والprobability او probability of not spam اصلا هي كانت 5 over 8، فيدينا في الاخر كام 1 over 40. ده برضو still correlation، فاحنا كده برضو ما خلصناش، احنا كده لسه احنا جبنا الحاجات اللي هي بتكورليت. ده معناه ايه؟ احنا كده يعني ايه اللي ناقص؟ احنا كنا بنعمل ايه على طول قبل كده؟ كنا بنطلع الحسبتين دول اللي هما كانوا هنا يعني نطلع الحسبتين دول وبعد كده بنعمل نورماليزيشن، فدي الحته الوحيده اللي ناقصه عشان نشيل بقى الكورليشن ده. هو ده احنا حاطين الكورليشن ده بس عشان يسمبلايز وجود حته النورماليزيشن، ان احنا بنحول بقى التو probabilities دول لتو probabilities يكونوا مجموعهم واحد. فهنعمل زي ما عملنا قبل كده، هنقسم ده، هنعملها بلون مختلف، هنقسم ده على 1 over 12 plus 1 over 40، ونقسم ده على 1 over 12 plus 1 over 40. هيدينا الفاينل probabilities بتاعتنا اللي هي طلعت 10 over 13، وطبعا هنا 3 over 13. دي البروبابيلتي بتاعت spam، ودي البروبابيلتي بتاعت not spam للايميل الجديد ده، بيست على بس الكلمات اللي جواه، وده من غير ما اخد الاوردر يعني. ده برضو خلي بالكم المعلومه دي يعني. وطبعا يعني اي ثينك بيولوجيك بتاعنا احنا يعني، ايميل جواه كلمه جوه ايميل هو ايزي ماني بس هو غالبا سبام يعني، هو غالبا مش حاجه مفيده يعني. فهو البروبابيلتي بتاعت السبام هنا اعلى بنسبه كبيره يعني، الريشيو كبيره يعني. فده بيميك سنس، وده قوه الموديل ده. فزي ما قلت لكم، هو ليه سريع في التريننج؟ عشان في الاخر وانت كل اللي محتاج تعمله انت تحسب شويه البروبابيلتيز اللي هنا دي، اللي هي بتاعت زي دي كده ودي كده، تقعد تحسبهم لكل كلاس. وانس ما انت معاك الداتابيز دي، انت بس تقعد تضربهم ببعض بترتيب معين زي اللي موجود هنا كده، وتطلع probabilities بتاعت اي حاجه انت عايزها. ده ليه هو سريع في التريننج، وبرضه ده ليه هو سهل في الامبلمنتيشن، عشان الامبلمنتيشن بتاعه لحد ما سهل يعني. انت طول ما انت عندك الاسامبشن بتاع ان كل الايفنتس اندبندنت، حتى لو هو مش اندبندنت اصلا يعني، بس ده الاسامبشن بتاعك، فانت الامور بتسهل جدا يعني. جميل.